عاجبينكم بقى اللعيبه اللي احنا جايبينها، العاهات اللي احنا جايبينها رامينها في الملعب زي بن شرقي وزيزو اللي هم ما لهمش اي ثلاثه لازمه، وغيرهم لعيبه كتير قوي، مروان عثمان، كمويش اللي ما تعرفش ده مهاجم ولا بتاع بيبيع ايه ولا ده بيعمل ايه في الملعب. هل هي دي اللعيبه اللي احنا خلاص هنعتمد عليهم؟ انا كان عندي حسين الشحات احسن من بن شرقي، فاداؤه في الملعب انا كان بيبان، بن شرقي مش باين. زيزو مش مضيف لي الاضافه اللي انا بدفع له 2 مليون و3 مليون راتب، وانا مش شايف زيزو. فهل هي دي اللعيبه اللي احنا مشينا وسام ابو علي عشان نجيب شويه عاهات زي دي، ولا عارفين ينهوا كوره ولا عارفين يخلصوا كوره ولا عارفين يسجلوا ولا عارفين يصنعوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه؟ وسام ابو علي يا جدعان كان بيسجل من ضمن فرصه، انما اللي انتوا جايبينهم لنا ده دول مش لعيبه اصلا، دول ما ينفعش يتحطوا تحت اطار لعيبه كره القدم، الاطار بتاع كره القدم دول ما ينفعش يتحطوا تحتيه، وبالذات كموش المهاجم اللي انتوا جايبينه ده اللي ما عملش كوره من ساعه ما جه تتحسب له في الست شهور اللي هو جاي له اعاره. فقولوا لي يا جدعان ايه رايكم في اللعيبه اشباه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا دي، اللي ما تليقش اصلا بفانيله النادي الاهلي. سلام.